السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومعكم أبو عمر كورة عالمية. كالعادة لايك وشير، واللي بيشترك في القناة يشترك. أخبارنا النهاردة كتيرة. موضوع أحمد عبد القادر ومشكلته مع كولر، تصنيف الشهر لأندية أفريقيا والأهلي الأول، ومدرب الزمالك الجديد، وأخبار كتيرة النهاردة. أخبار يعني من النهاردة من الحلقة دي هتكلم كل حلقة عن أخبار قصيرة، الأخبار الخفيفة. موضوع أحمد عبد القادر طبعا بعد ما خلصت مباراة الأهلي والهلال، والكل فرحان وكولر فرحان، راح يسلم على أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر ايده ما سلمش عليه، غضب كولر ووضح كمان ده كلامه في المؤتمر الصحفي. طبعا كالعادة إدارة الأهلي لا تعرف إلا الانضباط، المبادئ، السلوكيات، فغرامة وعقوبة على أحمد عبد القادر. طبعا طبقا للائحة غرامة كبيرة، كما أعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وترك طبعا موضوع إشراك اللاعب من عدمه في يد المدير الفني، ولكن غرامة ثقيلة على أحمد عبد القادر. بعدها على طول قام أحمد عبد القادر ونشر على صفحته على التويتر وعلى الانستجرام وعلى السوشيال ميديا بيقبل راس كولر وبيصافح كولر وبيتأسف لكولر. ولكن موضوع زي ده احنا مش عايزين نتكرر، لازم العقوبة. يعني ده يعني مش عايزين حد يصطاد في الماء العكر. الراجل اعتذر، ولكن لابد من العقوبة انها تنفذ، لابد من تنفيذ العقوبة. الأهلي يعني مواقفه كتير مع لعيبه قبل كده وقبل احمد عبد القادر، واحسن من احمد عبد القادر. وقفت حسام حسن قبل كده عشان مشكله بسيطه، وقفت ابراهيم حسن، وعصام الحضري اللي مشي وما رضيش يرجع وتاسف كتير. فالموقف ده مش عايزين نكرر من لاعب زي احمد عبد القادر، لاعب مميز، لاعب حريف، لاعب مهم في النادي الاهلي. على فكره طبعا بعد الاهلي ما اتغلب من صن داونز ب5، إدارة الأهلي قررت عقوبة ثقيلة على لعيبة الأهلي. بس في حاجة كابتن سيد قال لهم لو صعدنا أنزل العقوبة، وأمس بس العقوبة اتشالت من على لعيبة النادي الأهلي أو لعيبة الأهلي. كانت عقوبة ثقيلة على فكرة. التصنيف الشهري في الفترة من طبعا شهر مارس بس لحد 2/4، لحد ما دوري أبطال أفريقيا خلص والكونفدرالية خلصت، الأهلي يتصدر التصنيف الشهري للقارة السمراء أفريقيا كالآتي: الأهلي الأول ب 68 نقطة، الوداد المغربي الثاني 64 نقطة، الترجي 51 نقطة، والرجاء معاه 51 نقطة، وصن داونز 46 نقطة، الزمالك السادس 39 نقطة، ونهضة بركان 37 نقطة، وشباب بوليسداد 36 نقطة، التاسع سيمبا التنزاني، سيمبا داخل في الموضوع التاسع ب5 نقطة، والمفاجأة إن بيراميدز 35 نقطة ل10، يعني 3 من مصر. حاجة تفرح، حاجة تفرح. ولكن الأهلي دائما هو المتصدر. من أخبارنا الخفيفة طبعا صعود بيراميدز بعد فوزه امبارح على فوشة 2-1 للدور ربع النهائي من كاس الكونفدرالية. طبعا بيراميدز احنا قلنا الأهلي هيقابل واحد من ثلاثة، يا ترجي يا وداد يا رجاء. البيراميدز هيقابل واحد من 3. عندك فريق ميلانو من جنوب افريقيا، يا اما اسك ميموزا الايفواري، يا اما يانجي افريكان التنزاني. طبعا القرعه زي ما قلنا يوم الاربعاء الساعه 8:30. الاتحاد الكره المصري او الاهلي اولا خاطب اتحاد الكره، ومنه اتحاد الكره خاطب الجهات الامنيه لحضور 50,000 مشجع لنهائي كاس مصر ما بين الاهلي وبيراميدز. الاهلي هيستعد لغزل المحله بعد بكره يوم الاربعاء طبعا، ومؤكد غياب محمد طاهر ومتولي الاصابه، رغم صعود الاهلي بشق الانفس في المجموعه في دوري ابطال افريقيا، الا انه احرز اكبر عدد من الاهداف في تاريخه في دوري المجموعات. احرز 14 هدف، كان اكثر عدد من الاهداف احرزه كان 2019 و2021 كان 11 هدف. اخبار الزمالك طبعا
بيحاول يقنع المدرب الجديد لنادي الزمالك ان يمسك التدريب او يدرب نادي الزمالك يعني من الان، ممكن مثلا مباراه المصري، ولكن المدرب الجديد عايز يمسك من بدايه الموسم. الزمالك يبحث تسويق سامسون والتعاقد مع لاعب اجنبي اخر على مستوى نادي الزمالك. الزمالك يؤجل ملف تجديد الثلاثي المتلوتي ويوسف سامي نبيه وسيف جعفر لحين التعاقد رسميا مع المدير الفني الجديد. احمد عبد المقصود يقود فنيا الفريق غدا امام المصري. اسماعيل يوسف يعتزل رسميا عن منصب مدير الكره، والاقرب عبد الواحد السيد. اخبارنا العالميه كانت عندك في مفاجآت كتير، منها هزيمه باريس سان جيرمان، وهزيمه باريس سان جيرمان طبعا على يد ليون، وهزيمه مانشستر يونايتد على يد نيوكاسل يونايتد، ونيوكاسل يونايتد الثالث عنده 50 نقطة، وكمان على فكرة مانشستر يونايتد عنده 50 نقطة. كمان هزيمة بروسيا دورتموند من بايرن ميونخ 4-2، وبايرن ميونخ يتصدر الجدول الدوري الألماني. فوز ريال مدريد 6-0 على بلد الوليد، وفوز برشلونة 4-0 على ليتشي، وهزيمة ولكن لا تقلل من نابولي، هزيمة نابولي من اي سي ميلان 4-0. يعني أول مرة نابولي تغلب 4-0 في الدوري، ولكنه ما زال على القمة وبنسبة 99.9 نابولي بطلا للدوري الإيطالي منذ فترة. أتمنى أن تكونوا سعدتم بهذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.